السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كعادتنا غنناقشوا اليوم في هذه القناة موضوع من بعض مواضيع الساعة اللي مطروحة الآن في النقاش بصفة خاصة في وسائل التواصل، واللي عندها علاقة بالعلاقة ما بين الرياضة والفساد، صح التعبير. لأن الآن مطروحة مجموعة من الملفات اللي عندها علاقة بمتابعة مجموعة من مسيري ورؤساء فرق وطنية بشبهة ربما تورط في مجموعة من المتابعات المرتبطة بالقانون الجنائي. النقطة الأولى اللي خصنا نتفقوا عليها هو أنه المتهم بريء حتى تثبت إدانته، يعني أي شخص ممكن أن يكون متابع على ذمة التحقيق في قضايا لها علاقة بجرائم أو جرائم معينة، ولكن الكل يبقى بريء إلى أن تثبت نهايته بحكم نهائي حيز قوة الشيء المقلبي. هذه ربما فكرة مفروض أنه الجميع خصو يكون مأمن بها. كاين نقطة أخرى هو اللي عندها علاقة بالجماهير الرياضية، اللي المفروض أننا ننتصروا لفائدة التدبير العقلاني وننتصروا لفائدة التدبير القانوني للجمعيات الرياضية أو الأندية الرياضية، بمعنى أنه ما خصناش ندافعوا على أي كان إذا كان بطبيعة الحال عنده علاقة بالفساد، بغض النظر على الفريق اللي كينتمي ليه أو لا كيترأسو. إذن الأصل أن الجميع خصو يكون ضد الفساد في المجال الرياضي، والمفروض أن يكون تدبير المجال الرياضي مطابق للقوانين وما تكونش أداة أو وسيلة باش يمكن أنها يتم الاغتناء مثلا بطريقة غير قانونية، أو لا يتم استعمال هذا المجال الرياضي من أجل الوصول إلى أهداف لا علاقة لها بالرياضة، سواء كانت أهداف سياسية ولا أهداف اقتصادية ولا غيرها. إذن الأصل هو أن كل الجماهير المفروض أن تدافع وتسعى إلى تدبير مبني على القانون، مبني على المنافسة الشريفة، ومبني على أن الرياضة أصبحت أداة ووسيلة للوصول إلى التنمية والتطور الاقتصادي. يعني ربما الرياضة مبقاتش كما كان فقط للترفيه، وإنما أصبحت وسيلة للتنمية وللتطور الاقتصادي. وكنعرفوا تقريبا بعض الدول الآن فين وصلت على المستوى الاقتصادي اعتمادا على هذه البنيات الرياضية أو التظاهرات الرياضية. هذه النقطة كذلك المفروض أن نتفقوا عليها جميعا. كاين نقطة أخرى اللي المفروض أن نكون ملما بها، هو أنه الشخص اللي باغي يدخل في التدبير ولا تسيير جمعية رياضية، فمن المفروض أن تتوفر فيه الشروط اللي كينص عليها القانون، سواء تعلق الأمر بالقانون الرياضة أو تعلق الأمر بالقانون الجمعيات. لأن من بين الشروط ديالها هو أن يكون سجله العدلي خالي من المتابعات وبعض الجرائم اللي عندها علاقة بالدرجة الأولى بالثقة العامة. أنه لا يعقل أنه شخص مثلا تكون عنده سوابق في مجال جرائم الأموال أو الجرائم ديال الثقة وغيرها من الجرائم، ومن بعد تولى منصب في تدبير الشأن الرياضي، لأن هذا مخالف للقوانين اللي كتنظم الجمعيات الرياضيه وكتنظم الرياضه بصفه عامه، سواء تعلق الامر بالقوانين ديال 1958 المنظمه للجمعيات اللي كيحيل عليها القانون ديال التربيه البدنيه والرياضه، وكذلك قانون التربيه البدنيه والرياضه اللي كيشترط ان الشخص اللي غيمكن انه يقوم كعضو في المكتب المديري او لا تدبير هذه الجمعيه وهذا النادي، من المفروض ان تتوفر فيه شروط، من بينها ان يكون سجله العدلي أو ما يسمى السيرة والسلوك اللي هي الأهم في شونتوبوميتريك أو حيث وثيقة السيرة والسلوك. المفروض أن لا تكون فيرج، تكون خالية من أي متابعة وأي إدانة فيما يخص جرائم معينة مخلة بالثقة العامة أو مخلة بالشروط اللي واجب توفرها في الشخص اللي يمكن يدير هذه الجمعية. إذن لا يعقل أن ننتصر لشخص معين بحكم أننا من عشاق نادي كما كان نوعه، رغم أنه بطبيعة الحال متابع أو أنه متنف مدان على أفعال معينة، لأن تواجده داخل مكتب النادي أصلا غير قانوني، خطأ غير قانوني، لأنه لا يعقل، لا تتوفر فيه الشروط القانونية فيما يخص تدبير الجمعيات وتدبير الجمعية الرياضية. إذن لا يمكن أن تتطور الرياضة المغربية، لا يمكن أن تتطور كرة القدم
إذا لم يعمل الجميع على محاربة بعض الأشخاص الذين يستغلون هذه الرياضة لأهداف لا علاقة لها بالجانب الرياضي، بصفة خاصة عندما يكونوا متابعين أو مدانين من أجل جرائم اللي تشكل مخالفة للقانون المنظم للجمعيات الرياضية. ربما اللي خلاني ندير هذا الفيديو هو النقاش الحالي ما بين الجماهير دون ذكر الفروق بطبيعة الحال ولا الأشخاص أو الأسماء، وتكتل لفائدة هذا الفريق دون ذاك، مع العلم أن المفروض أن الكل ينبغي أن يعمل على تطهير الأندية المغربية وتطهير كرة القدم من كل شبهة عندها علاقة بالفساد. لا يمكن أن تتطور كرة القدم المغربية، لا يمكن أن تتطور الرياضة المغربية، لا يمكن أن تتطور ما حدك تستعمل من أجل الوصول إلى أهداف سياسية وباستعمال وسائل اللي هي وسائل قذرة. إذا لابد من تكتل الجميع من أجل إعادة النظر أو العودة بالأندية المغربية إلى مصاف الأندية العالمية، لأن هذه التصرفات ربما أو هذا النوع من المتابعات أو ربما تولي أشخاص ما تتوفرش فيهم الشروط القانونية لهذه الجمعيات الرياضية والأندية يمس في العمق أولا سمعة كرة القدم أو الرياضة المغربية، ويمس كذلك مبدأ المنافسة الشريفة في المجال الرياضي. إذا خاص المفروض يتكتل الجميع بغض النظر عن الانتماء الرياضي من أجل الحد من الفساد في المجال الرياضي. وشكرا.